ازيكم يا اصحابي يا حلوين، عاملين ايه؟ رب كلكم تكونوا بخير وباحسن حال. لو كنت اول مره بتشوفيني، انا بسمة ودي قناتي وبتمنى تاخدي جوله فيها وباذن الله تعجبك. بس اوعي تنسي اللايك وشير سبسكرايب كومنت حلو كده منك يشجعني ودعوه حلوه. ويلا بينا نبدا على فيديو النهارده. وطبعا عمرنا ما هننسى نصلي مع بعض على الرسول زي كل مره. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. ونقول بسم الله بقى ونبدا على شغل النهارده. شغل النهارده فاخر من الاخر زي ما انتم شايفين كده. بصوا انا قعدت كام يوم بنزل واطلع. هو ممكن يكون بره المنطقه اللي ساكنه فيها وممكن يكون جواها. فانا مش في البيت، بس بناكل وبنشرب في البيت، يعني باجي بعمل اكلي وكل حاجه. مفيش اي وقت عندي للتصوير. تمام. فاللي هو عايزه تنجزي وقت، لان انا سبق وقلت لكم ان التصوير لو انت بتعملي الحاجه في 10 دقايق اعرفي تضربيها في كذا. يعني مثلا 3 4 مرات بقى. الحاجة اللي هتتعمل حرفيا في 10 دقايق هتاخد ساعة مع التصوير. الحاجة اللي هتاخد مثلا نص ساعة، فاهمين قصدي ازاي؟ تظبطي الكاميرا وتظبطي الكادر وعلى ما انت ما تلبسي. وفاهمين في قصص كتيرة قوي علشان انت بس تصوري. فهو مش سهل خالص. آه، المهم فكنت بعمل الاكل، ناكل مش عارفه ايه، اغسل اللي اقدر عليه قبل ما انام. مش قادره خلاص لاني برضو انا بعد معركه ويوم طويل ببقى فعلا جسمي برضو، ولبدنك عليك حق، جسمي مش قادر مش مستحمله. وبعدين انا معايا 3 اطفال. الحمد لله ربنا يجعله في ميزان حسناتنا يا رب. زي ما ايه ما بقول لكم. بصوا بقى هتشوفوا في اخر الفيديو ان انا عندي قلقاس جاي من يوم ما صورت لكم ان انا كنت رحت كشف الليان وكده. من يوم التلات اللي فات. النهارده الاربع، بقاله اسبوع واكتر بقى كده. تمام. اسبوع اهو. فخايفه بقى يبوظ. إيه. فكمان حتى في الفيديو ده مش هعمله. إيه، انا في الفيديو دوت رحت خدت ليان التطعيم. زي ما كنت بسجل لكم في الفيديو بتاع امبارح. هتطلع تطعيم ال6 شهور، هي ماشيه في 7 شهور اهي. يعني قدام منها 9 ايام ولا حاجه ل10 ايام وتقفل ال7 شهور. فكنا متأخرين عليه مش كتير، بس اتأخرنا عن ميعاده نفسه. فكان لازم تاخده. طبعا انتوا عارفين بيبي واخد بقى ايه تطعيم سخن والكلام من ده، فالله المستعان. يعني يا دوبك وانا بصور الفيديو ده كل شويه تصحى تعيط اديها دواء السخونيه واقعد معاها شويه ومش عارفه ايه وارجع تاني. بس معلش معلش. بس اقعد دواء السخونيه عشان تقعد ساكته كده. بس ربنا بيجعل لكل واحد اللي بيديهولك على قد تحملك وعلى قد قدرتك. فدايما قولي الحمد لله على اللي انت فيه. شكرا يا فندم. قطعت التسجيل فجأة، حاطط ايدي على الشاشة. واللي احنا فيه مش لوحدينا، يعني في الدنيا ده بيجي علينا، لا ده على الناس كلها. فمفيش حد يقول اشمعنى انا ولا ايه اللي انا فيه لوحدي ده، لا ما على الكل. فاهمين الفكرة؟ بس بقى فانا قلت اول حاجة اعملها ان انا عايزة انضف في المواعين وانضف الحوض. لان انا لما بينضف حتى لو كان فيه طبقين في كتير، هو كله يعني كله زي بعضه بالنسبه لي لانه مواعين. بمجرد ما ينضف بحس ان الدنيا راقت. اخدين بالكم ان حتى الرخامه راقت. اللي على الرخامه ده بقى السكر والزيت والمكرونات، حاجات التموين كنت جايباها وقاعده كده بقى لها يومين بالظبط. فقلت لا كفايه كده. عايزه انزل ضرفه الخزين معاكم واظبطها والكلام ده كده كله. فهنظبط بقى الكلام ده كده كله مع بعضينا. بس الاول نستغفر ونسمي ونصلي مع بعض تاني على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. بصوا هي من الجوانب مرصوصه، لكن اللي على الوش واللي في النص حاجات فوق بعضها. عايزه انجز واجيب مش عارفه ايه، عايزه اجيب علبه فيها مشروبات وبتحطي تحديثي على طول اللي هي كده. فانت بتعملي بايدك لعبكه. فدايما اكتر حاجه لازم تتوضب ضرفه الخزين دي، لان اكتر حاجه مجرد ما انت وضبتيها يومين بالظبط هتلاقي عليها وطيها. الله المستعان. علبة اللبن بتاع الأطفال ديت مقفولة زي ما هي من ساعة ما بابا ما جابها. لسه جايبها الأسبوع اللي فات، حصل حاجة كده فراح جايبها. والحمد لله أنا مش محتاجاها دلوقتي خالص. فمقفولة. فبقوله رجعها، قال لي لا أنا ممكن أطلعها لله، المهم إن بنتي تبقى كويسة. فمتسابة بقى كده مش عارفة، بس عامة أنا مش هفتحها لأني مش محتاجاها خالص.
بس وضبت بقى انا الضرفه، نزلت كل اللي فيها وجبت الفرشه كنستها، لان يبقى مثلا واقع ايه حاجه من البقوليات، شويه سكر، كلام من ده. فانا حاطه مفارش يعني ما تنزلش حاجه عليها تحت. وابتديت بقى ان انا ارصها تاني. الضرفه اللي فوق منها عايزه اعيد التدوير فيها، لان انا حاطه فيها بوكس كبير فيه حاجات الكبه وكلام من ده، فواخد مكان جامد، مش عارفه اطلع حاجه في الضرفه اللي فوق. فكله بالنسبه لي الخزين بتاعي في ضرفه واحده بس. يعني الضرفه الطويله اللي انا بحط فيها دي مقسومه اتنين. الجزء اللي فوق حاسه ان انا حاطه فيه حاجات واخده مكان على الفاضي. فعايزه بس اهدى كده، هو اتليت فوق من اللي هي فيه، لان انا فعلا متكحرطه زي ما بيقولوا كل ما اطلع من نقره اقع في دحديره. في دحديره الحمد لله. فعايزه ايه افضي الضرفه دي شويه واطلع فوق اقسمهم بالنص وكده. المهم رصيت حاجتي وظبطتها وكل حاجه تمام التمام. الفاضي عايز يترمى واللي عايز يتحط في علب حطيته. واغسل بقى كده ده كله. الفوم الابيض اللي انا حطاه دوت على السيراميك صراحة جامد قوي. من ساعة ما جبته اول مرة ركبت كانت مركبة اللي هو المكعبات، اللي هو الطوب الحجري اللي فوق بعضه ده. وبعد كده نزلت كنتش مركباه صح وكان متقطع، واللي يطلع من المش ملزوق ده يفضل يقع كل شوية وكده. فلما نزلت اجيب تاني، نزلت اجيب اللي هو كنت عايزة اجيب الطوب الرفنع قوي، عارفين الاحجار الرفنوعة دي. وسبحان الله لقيت ده. حاجة عريضة كده كأنها بلاطة كبيرة وطالعة بسمبوسكة بارزة على بره بسمبوسكة، كأنها 3G. وجبتها ومن ساعة ما حطيتها وهي جميلة الصراحة. وبعدين بابا شال لي الخلاط نفسه الحنفية، وحطيت لزقت الفوم و... وخرمت كده، حردت مكان الحنفية نفسها وبابا ربطها عليه، فتحس ان هي السيراميكا منها فيها. نضفت كل حاجه كده. البوتاجاز ما كانش فيه حاجات كتيره يعني مطرح زيت، فلازم ابوشه شويه بفوطه منديه وامسح بفوطه مبلوله. والفوط نظيفه ما فيهاش حاجه يعني اللي بمسح بيهم. وبحط عليهم نقطه صابون مواعين من البريل وبرغرغهم كده. وبعدين انا كده كده عندي غسيل في الغساله، فهحطه فيهم ارقدهم بقى ايه عشان يتغسلوا مع بعض. عشان اما اطلع من هنا بصوا المطبخ روح البيت. انا 24 ساعه عندي المطبخ يضرب يقلب، ما تفهموش فيه. ما بلحقش افرح بيه يوم كامل على بعضه انه نظيف. عشان انت بتخشي تحضري فطار، بتحضري غدا، بتعملي لهم حاجه سناكس كده ياكلوها، بتخشي تعملي مثلا مشروبات، اي حاجه. الاطفال كمان عندك اطفال في البيت. التلاجة مش قادره اقول لكم عليها يعني عامله ازاي. شايفه اكياس فيها غريبه كده، شايفه حاجات حاطين لي حلويات شمال ويمين. اما الطفل خلاص كبر كده زي سن ولادي ربنا يحميهم يا رب، بيفتحوا ويقفلوا، بياكلوا بيطلعوا حاجه بيشربوا حاجه كلام من ده. فلازم ترصي من وراه. لو ما رصيتيش زي ما انا قلت لكم كام يوم كده بره رايحين جايين، فالدنيا بايظه وبزراميط خالص بقى. فانا علشان وقتي بجري فيه، للي مره تصحى وسيسها ومش عارفه ايه وكلام من ده، فمش هينفع خالص ان انا انضف التلاجة. بس في الفيديو ده يعني، بس انا هعملها. بص بقى، بابا كان جايب لي 10 كيلو برتقان، وانا حسيت ان القلقاس ده هيبوظ، ولقيت في البرتقان برضو بايظ. انا قلت مش مننا، بس اكتشفت بعد الفيديو ان ده من الكيسه تقريبا، انه قاعد تحت بقاله يومين بالظبط كده محطوط تحت كده جنب البوتاجاز. فزي ما انتوا شايفين كده خالص نضفت كل حاجه الحمد لله، واستعنت بالله طبعا. عمال اقول يا رب قويني يا رب قويني، حاسه ان انا هنا وهنا. بصوا المفروض ان بابا كان سهران وانا مش هعمل اكل، فلما لقيته جاي فجيب متاخر برضو وكل حاجه، فقمت الصراحه بعد ما قفلت الفيديو كمان عملت لهم شويه مكرونه بالصلصه كده هو. وده الحمد لله كده قضيت كانت غدانا يعني، ما كانش في حاجه جنبها، هي خلاص مكرونه خلصت بالصلصه خالص بس. الحمد لله اهو. كله بقى زي الفل وكنست الارض وكله اتلمع. بصوا انا هنا مرقده غسيل، فحطيت معاه بقى ايه الفوط دي، يعني كنت مسحت بيها بس مش اكتر، وفيها صابون، فقلت احطها بكره ان شاء الله اشغل عليهم الغساله مع بعضينا واعمل معاكم حاجات تانية معاهم. عشان فعلا انا تعبت وليان انيمها، اعمل حاجه انيمها، اعمل حاجه وانيمها، عشان تعبانه جدا بسبب ايه الحقنه يا عيني. فانا هقفل معاكم بقى الفيديو هنا اهوت. هنا دول معقماهم بشويه خل وميه مغليه، البتاع بتاعت الفواكه بتاعتها اهي. طلع سخنه قوي. المهم ان انا هطلع دي منها اهي، المفروض تطلع كده يعني. وكمان البيبرونه، مش بتستخدم البيبرونه منين ما احط فيها حاجه مش متقبله البيبرونه، مش جايه معاها سكه،
فخلاص طالما حطيت لها فيها عصير او حطيت لها فيها حاجه، يعني بعقمها برضو. بصوا بقى القلقاس ده بقاله فتره عندي من يوم التلات اللي فات، يعني بقاله اسبوع، وخايفه يبوظ. هي كميه كبيره، الكميه دي كلها ب50 جنيه. تمام. فانا كنت عشان مشغوله وكده، فانا قلقانه لا يبوظ الصراحه. فهقعد بقى ايه بكره باذن الله اعمله معاكم، لان دلوقتي الوقت اتاخر وليان مش هاديه خالص. الحمد لله مش هقدر ان انا اعمله، ده بياخد وقت. وكمان بابا جايب 10 كيلو برتقان علشان رمضان وكده، كل سنه وانتم طيبين، العصاير يعني للصيف كلام من ده. فبرضو بصوا دي بايظه، ولسه جايبها اصلا، بس دي مش بايظه مننا احنا. بصوا، لا 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 لا، ايوه. المهم ان انا بص، انا هشوف عشان بصوا في حاجات تانية جوه اهي. انا هشوف البايظ ارميه، واللي مش بايظ الحق ان انا اجففه. بس ليه بقى انا كمان مش هعملهم النهارده غير ليان، علشان انا ما عنديش اكياس اجففهم فيها. فبابا هو جاي هقول له يجيب لي بقى ايه معاه اكياس، يعني عشان نجفف الحاجات دي مع بعضين. المهم لو وصلش لحد هنا من الفيديو بقول لك شكرا. اكتبي لي كومنت حلو يشجعني، وما تنسيش بلايك ودعوه حلوه منك ليا. واستنوني في فيديو جديد، واستودعتكم الله، ولا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله.